أنا اشتراكي معه سنوي طبعا. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أحمد من حلب من سوريا، عايش بهولندا. حابب أحكي عن تجربتي مع كوتش إسلام. طبعا التجربة دي هي حديثة وقديمة بنفس الوقت، لأنه أنا كنت متابعه من 7 8 سنين من أيام جيم السطح. كنت بحبه، يعني كنت بحبه على محبة المصريين بصراحة، ومش بس كده، يعني على من وقت ما طلعوا السوريين على مصر، ويعني أنا هي لعبة رجالة، ومصريين طلعوا رجالة حقيقيين بصراحة بالزمن ده. وبلشت اتابع يوتيوبر مصريين، يعني انا كنت كنت اتابع افلام ومسلسلات واغاني مصرية بعدين حولت على اليوتيوبر والصفحات وكل حاجة مصرية، فاتابع كتير طبعا من اشد، يعني طبعا زي اي عربي بجرامي وكده. فاتابع ابطال كمال الاجسام ومصريين، وكان بالوقت ده طالع كابتن اسلام، وانا كنت اتابعه زي اي شخص. وده الانسان بصراحه، يعني مش هفضله على غيره، بس ده الانسان اللي زي ما نقول كيمياء اللي دخل في قلبي، يعني بتحسه انسان كلامه واصل، وكل حاجه بحكيها حقيقيه ونبع من قلبه، وعاوز يفيدك بحقه حقيقي. وزي انا بغربه زي اي شخص هنا في اوروبا، يعني بتوصل لمرحله الحافز بتاعك بقل، والنفسية بتاعتك بتتعب باللعبة دي، ما بتلاقيش الدافع الصح. واكتر واحد كان بيحركني ولما بشوف يوتيوبات وبيحرك لي الحافز بتاعي ده كابتن اسلام. وده كان حديثي اول معاه بصراحة. قلت له انت اكبر من مجرد تمرين، انت حاجة اكبر من كده بكتير، مش موضوع تغذية ومش موضوع تمرين. انت حاجة تحفزني، يعني بس اسمع صوتك او حاجة او اشوفك، يعني كنت لما اضعف اشوف اليوتيوبات بتاعك او اشوفك فتحفزني فيها. وباشرنا سوا. بس بصراحة كابتن إسلام فاجأني بزيادة كمان، يعني هو مش طلع مش بس عامل نفسي، طلع في التمرين وفي التدريب بصراحة، لأنه يعني أنا يعني زي ما قلت لكم، يعني بلعب اللعبة دي من زمان، وعدى علي مدربين كتير، وعدى علي يعني تعاملت مع ناس كتير، بس هو بالتعامل يعني زي ما نقول شيخ الشباب بالتعامل. وما عدا هيك معلومات، تعبان على نفسه، تعبان على اللعبة دي. معلومات اللي عنده غنية. بديك برنامجك بالتعليم اونلاين خاص فيك انت، خاص بحياتك، خاص بطبيعة شغلك. حتى بيساعدك بايام يعني بايام الراحة، بايام التمرين، بايام الاجازات، باي حاجة. تاني حاجة ما ببخلش عنك بالسؤال ابدا، يعني اي حاجة بسأله فورا بجاوبك عليها باللحظة نفسها، او ممكن بعد شوية يعني. وطبعا معك على خط، يعني انا وجدت اونلاين بعكس احلى بكتير، يعني ممكن المدرب عادي يبقى معك، المدرب عادي يبقى معك بس بالنادي او فتره التمرين، يعني وباخير التدريب خلاص انت كتبت حركات وعملتها اول مره صح، يعني انت مش بحاجه لمدرب التمرين. انت المدرب هو بديك، يعني انا بالنسبه لي دي، بالنسبة إلي هذا الحكي، يعني المدرب هو بيعطيك، هو بيتابعك يوميا، هو إذا عندك سؤال بيجاوبك عليه، هو بيتابع نظامك الغذائي، بيريحك نفسيا، بيعطيك طاقة، بيحفزك. فالحاجات كلها دي بصراحة موجودة عن كابتن إسلام، الله يوفقه يا رب ويختار له خير. وبدعي له من كل قلبي. وانا باشتراكي معه هو باقة مش الذهبية يعني انا باقة السنوية، وراح نسميها باقة ألماسية وإن شاء الله نورتها، لأنه أنا بصراحة ماني مفكر في حياتي كلها أتركه يا كابتن إسلام. طول ما الله يعطيني الطاقة، طول ما جسمي وصحتي ومالي بقول لي ما خلوني أتوقف، بإذن الله بدي أتم عند كابتن إسلام. أنا اشتراكي معه سنوي طبعا، وراح أبقى عنده بإذن الله طول ما جسمي ما أعطاني إشعار إني أتوقف، وطول ما الله أعطاني الطاقة وأعطاني الصحة راح ابقى عنده، لانه رأيت عنده كل حاجة بحتاجها. والله يوفقه، والله يوقف شعب مصر الرجالة بحق. هن الرجالة حقيقيين، الشعب الطيب، الشعب الأخ حقيقي اللي عرفناه بوقت الشدة، يعني أخ اللي عرفناه في أوقات محن، هو الشعب المصري، وهو الرجل الوحيد في وقت كسرت فيه أنصاف الرجال. جزاه الله خير، والله يوفقك يا رب يا كابتن إسلام، وشكرا لك كثير.